السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل نعمل المارشميلو بطريقة جميلة جدا، الترند الجديد اللي مكسر الدنيا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا فضلا وليس امرا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتدوسوا لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. طبعا اللايك بترفع الفيديو لمشاهدين تاني يشوفوه. طبعا زي ما انتم شايفين كده عملناه بلونين مختلفين عن بعض. طبعا عملنا اللون الاحمر وعملنا اللون الاصفر زي ما انتم شايفين. طبعا هنعمله بالجيل يا جماعة بكل سهولة وبكل بساطة زي ما انتم شايفين. طبعا هنعمله بطريقة بسيطة زي ما قلت لحضراتكم. طبعا حابه لو تزودي الالوان عادي، دي حاجه ترجع لك، بس هنصحك ان انت تسيبيها في التلاجة لمده ليله كامله عشان تبقى جميله معاكي. طبعا هي المفروض تتساب لمده نص ساعه، بس انا بصراحه حابه انك تسيبيها اكتر فتره. يعني هي بصراحه حلوه نص ساعه برضو وكل حاجه. يعني هنا بعد نص ساعه زي ما انتم شايفين كده شكلها وملمسها جميل ازاي. طبعا طعمها بقى حكايه. وهقولك ايه في مكون هنضيفه، ولو مش موجود هقولك تحطي البديل مكانه ايه. طبعا شايفينها جميله ازاي. عايزه اقول لكم اني فرحت اولادي بكم علبه جيلي. طبعا شايفينها جميله ازاي وملمسها، عايزه اقول لكم والله جميله جدا 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 جدا، سهله جدا وبسيطه جدا. هنعملها مع بعض بقى بكل بساطه. حبيت اوريكم شكلها كان بيبقى عامل ازاي وبقطعها ازاي وملمس بتاعها عامل ازاي. حابه اوريكم كل خطواتها وكل تكاتها وتبقى معاكم بكل سهوله تطلع معاكم. طبعا هتعجب حضراتكم وهتعجب الاولاد قوي. طبعا احنا خلاص كل سنه وانتم طيبين داخلين على المدارس، خلاص الفصل الدراسي التاني. ربنا يعدي السنه دي يا جماعه على خير ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان فتره المدارس دي الواحد بيبقى حاطط ايده على قلبه. ربنا ينجح اولادنا واولادكم كلهم يا رب، ويحقق لكل واحده نفسها في ان تشوف ابنها في احلى صوره او بنتها في احلى صوره. يا رب يحقق لك كل اللي نفسك فيه باذن الله. طبعا يا جماعه بصوا هقطعها بالطريقه الجميله السهله دي بالشكل ده، وهعملها بقى مكعبات، تعمليها بقى سمبوكسات زي ما انت حابه. اهم شيء انت ممكن تقطعيها اصغر من كده عادي، بس انا بصراحه حبيت ان انا اعملها كبيره كده علشان الاولاد اللي طلبوا مني اعملها بالطريقه دي، لان انا كنت هعملها اساسا بالقرطاس بس الاولاد قالوا لا يا ماما احنا عايزينها مكعبات. المكونات بتاعتنا جبت علبتين من الفراوله زي ما انتم شايفين كده، هفضيهم في بوله كده غويطه. طبعا انا عندي اللي انا جبتها اللي هي دريم. هحط العلبتين زي ما انتم شايفين كده، هفضيهم في قلب البوله بتاعتنا. طبعا للاسف انا كان عندي بوله طويله بصراحه كانت احسن من دي عشان كبيره قوي، حاسه ان الكميه صغيره فيها. فبس هوريكم بقى انا هعمل بيها ايه. طبعا هنا بقى المكون اللي انا هضيفه دلوقتي نص كوبايه ميه يا جماعه للعلبتين. العلبتين الجيلي بياخدوا نص كوبايه من الميه. طبعا والمكون التاني اللي احنا هنضيفه طبعا زي ما انتم شايفين كده هضيف العلبتين نص كوبايه ميه. وهنا بقى المكون التاني وهو الاساسي او مش اساسي بمعنى اصح، طبعا ده البديل بتاعه اللي انا هقول لكم عليه. هنا هنزل بمعلقتين من الجلوكوز، معلقتين عسل الجلوكوز. لو ما عندكيش هتبدلي بعسل الجلوكوز بمعلقتين من السكر، هيديكي نفس النتيجه على فكره. طبعا العلبه دي انا كنت جايباها ساعه حلاوه مولد النبي، بسم الله ما شاء الله عليها بصراحه. عمالين نعمل منها يعني الله اكبر، يعني كميات حاجات قد كده. يا خلاص خلاص اخر 3 معالق خدناهم للجيلي زي ما انتم شايفين كده. هحط المعلقتين وابتدي بقى ان انا نضرب بالمضرب بتاعنا لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزه اوصله لكم، اللي هو القوام اللي هو ماسك نفسه شويه. هفضل اضربه بالطريقه دي. طبعا احنا عملنا قبل كده يا جماعه ان شاء الله عملت الزبادي معاكم، فان شاء الله باذن الله هنعمل الزبادي كمان ان شاء الله. انتظروا الفيديوهات الجايه ان شاء الله تعجب حضراتكم جدا. هعلمكم ازاي تعملوا الزبادي في البيت، لو عايزاه بالفراوله او عايزاه بالنوتيلا او اي حاجه هقول لكم على الطريقه والتكات اللي انتوا هتعملوا بها الزبادي ان شاء الله هنعملها مع بعض. وانتظروا يا جماعه الفيديو الجاي. هنعمل ان شاء الله الزبده البلدي والجبنه للشهر رمضان ان شاء الله. اهم شيء ما تنسوناش بس بلايك والاشتراك في القناه. حاجه كمان لو انتوا حابين مثلا، يعني انا عارفه ان انا بتقل عليكم، اتمنى ان انتوا تخشوا الفيديو باذن الله لما تيجوا تتفرجوا عليه بلاش يعني تتفرجوا على الاعلان ده يعني يا جماعه بيرفع الفيديو بتاعه يعني بيبقى مفيد ليا. هضرب بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالشكل ده لحد ما القوام بتاعنا يتقل.
ويوصل للقوام هش كده خالص، لان هو القوام بقى اللي هنعمله. طبعا انا عندي صينيه حاطه فيها نشا، بوزع فيها النشا كده يا جماعه لحد عشان لما اجي افضي عليها يبتدي ان هو يتقل يعني يمسك فيه، ما يلزقش في الصينيه ويتعبنا في الطلعان. زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اعمله بالشكل ده كده اهو. ده القوام بقى اللي المفروض ان احنا نعمله. طبعا هوريكم بقى تعرفوا ازاي ان هي مظبوطه وان انتوا خلاص كده نجحت معاكم وخلصتوها وتبتدوا ان انتوا تفضوها. هوريها لكم. بس اهم شيء ما تكونش سايله، تكون هشه كده ومنفوشه معاكم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا عملت معاكم في فيديوهات كتيره يا جماعه والله جميله جدا في القناه، اتمنى ان انتوا تخشوا تشوفوها. عملت لكم الزبده الاقتصاديه، وان شاء الله هنزل لكم بقى بفيديو جامد جدا الزبده البلدي. هعلمك ازاي تعمليها في البيت، وعلمك ازاي ما حدش يخمك ويضحك عليكي من الزبده البلدي، ما بين الفرق ما بين الزبده البلدي والزبده المخشوشه. ان شاء الله انتظروا الفيديو باذن الله. طبعا في حاجات كمان كتيره جدا، انا منزله فيديو بتاع الزبده الاقتصاديه يا جماعه، اللي هي زي بديل الزبده القوالب اللي مش عايزه اذكر اسماء. هوريكم ازاي تعملوها في البيت. طبعا هنعملها معاكم وان شاء الله باذن الله هعرفكم تكات كتيره قوي ان شاء الله. شوفوا الفيديو بتاع الزبده هيعجبكم جدا. طبعا خلاص احنا القوام بتاعنا بالشكل ده زي المنقار كده، لما تيجي تطلعيها تلاقيها عامله زي المنقار زي ما وريتها لحضراتكم. هبتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتنا بقى، احط لها نشا كده يا جماعه، اوزعها من كل ناحيه عشان النشا ده عشان ما تلزقش في اي بوله او اي صينيه عندنا، وتبقى سهله جدا لما نيجي نطلعها. طبعا همسكها اوزعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، واروح حاطه عليها الحاجه الجيلي بتاعنا بالشكل ده، المارشميلو بتاعنا. هفضي طبعا كله الكميه دي كلها هفضيها في قلب الصينيه بتاعتنا، واروح حطاها في التلاجة لحد ما اعمل الطبقه التانية اللي هي هضيفها فوقيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اوزعها عليها، وابتدي بقى ان انا اعمل الكميه التانية. طبعا انا حطيت الصينيه في الفوق في التلاجة تسقع شويه، اكون انا عملت الطعم التاني او اللون التاني اللي هضيفه على الصينيه من فوق. طبعا هنا جبت كوبايه، ده بقى مقدار مختلف عن المقدار التاني. طبعا احنا المقدار التاني حطينا نص كوبايه وعلبتين. هنا هضيف علبه بس من الجيلي، وهضيف عليها معلقه من الجلوكوز، وهضيف عليها ربع كوبايه من الميه. لكل علبه يا جماعه من الجيلي بتاخد معلقه من الجلوكوز وربع كوبايه من الميه. لو انت هتعملي كيس واحد هياخد ربع كوبايه ميه ومعلقه جيلي، ما عندكيش جيلي هتضيفي معلقه سكر. طبعا بالشكل ده هبتدي بقى ان انا بس الميه تكون سخنه يا جماعه، ابتدي بقى ان انا اضربها كده بالشكل ده زي ما ضربنا برضو الكميه التانية. طبعا احاول ان انا اوزعها كده بالشكل ده، لازم تتضرب معانا بالطريقه دي. طبعا انا عندي البوله كبيره، فطبعا هروح مايلاها بالشكل ده وابتدي ان انا اضربها بالمضرب ده. طبعا بتتضرب بقى لحد ما يوصل القوام بتاعها اللي احنا شفناه في بدايه الفيديو. عايزه اقول لكم يا جماعه ان وصفه والله جميله جدا وسهله. حابه بقى تعمليها بالقرطاس، هتجيبي اروح جايبه كوبايه وحاطه القرطاس بتاعنا، واروح مفضيه الكميه بتاعتنا كلها، بس افضيها على كميه من النشا علشان خاطر تبتدي ان هي تمسك نفسها معانا. طبعا انا عايزه اقول لكم ان اللي انا عملتها دي هتاخد وقت اطول، لان احنا عاملينهم في قلب بعض. اما لو انت هتعمليها بالقرطاس فمش هتاخد منك وقت، هي نص ساعه وتاكلي احلى مارشميلو. طبعا انا عملتها بالطريقه دي عشان فيها 3 قوالب في قلب بعض، طبقات طبعا، فخدت مننا وقت. يعني انا سبتها ليله، هسيبها نص ساعه ما كانتش كافيه ليها، فانا هسيبها ترتاح في التلاجة. تسيبيها ترتاح في التلاجة. لو انت هتعمليها بالطريقه بتاعتي دي هتسيبيها ترتاح في التلاجة الليله، يعني اعمليها بالليل والصبح تاكليها للاولاد. طبعا زي ما انتم شايفين ابتدت تتقل معانا ازاي. ادي المراحل بتاعتها يا جماعه اهي، ملمسها بصوا بيتقل كل مدى ومدى ازاي. طبعا هوريكم ازاي بقى تعرفي ان هي اتعملت معاكي وان هي خلاص جاهزه كده ان انت تفضيها في قلب البوله بتاعتنا. طبعا انا هنا الصينيه التانية اللي انا فضيت فيها الجيلي يا جماعه حطيتها في التلاجة تسقع شويه، ودي هروح فضيها عليها من فوق باذن الله. شايفين؟ حبيت ان انا اقرب لكم الفيديو واوريكم الملمس بتاعها. طبعا انا عملتها بالاناناس، انا كنت عايزه اعملها بالتفاح بس للاسف ما لقيتش تفاح، فانا بصراحه عملتها بالاناناس. شايفين الملمس بتاعها؟ طبعا هضربها تاني علشان انا حباها تبقى تقيله عن كده اهو. بصوا هوريكم برضو الملمس بتاعها، بصوا بالشكل ده، يبقى بالشكل ده. بالشكل ده احنا خلاص خلصناها. طبعا انا بضرب بالمضرب كده عشان افضي كل الكميه اللي موجوده فيها، ما هدرتش يعني ما هدرش منها. طبعا طلعتها من التلاجة، مسكت نفسها شويه يا جماعه، بس ايه انا حابه ان هي تبات ليله.
انا صراحه سبتها نص ساعه وقطعتها بعد نص ساعه اهو بصوا. بس انا حطيتها في الفريزر. هبتدي ان انا افضي الكميه بتاعتنا كده واروح موزعاها بظهر المعلقه لحد ما تبقى واصله لكل القوام للجوانب بتاعه الصينيه بتاعتنا كلها. طبعا هي مش هتلزق فيها لان يعتبر ان انا حطاها في الفريزر، عملت طبقه عازله اللي هي تمسك نفسها عشان خاطر لما اجي اوزع بالطريقه دي الطبقه التانيه ما تلزق، ما تبقاش ما يخشوش في قلب بعضهم. يعني انا دلوقتي حطيتها في الفريزر مسكت نفسها عشان اعرف ان انا اضيف الطبقه التانيه بالشكل ده كده. هروح بقى خلاص كده هظبطها كده واروح احطها بقى في الفريزر تاني. طبعا انا سبتها ترتاح نص ساعه في الفريزر. طبعا خلاص كده ابتدي اوزعها بالشكل ده كده، وبعد كده هروح احطها بقى فين؟ في الفريزر. وبعد ما اطلعها بالشكل ده اروح رشها في ظهر صينيه نشا يا جماعه عشان خاطر لما اجي اقلبها برضو ما تلزقش فيه. وهقطعها وشايفين سهله وبسيطه جدا ومفيش اي تعب ولا اي حاجه. طبعا بروح موسعها حوالين الصينيه وبروح قلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على نشا. هبتدي ان انا اقطعها بالطريقه دي، هقطعها كده وبعد كده اروح مقطعاها مكعبات. طبعا شايفينها بتتقطع بكل سهولة، سهلة جدا وباين عليها جدا. وانا عايزة اقول لكم بقى ان طعمها جميل جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي 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 بصراحة، عجبني. طعمها مدي طعم احلى من التاني، يعني بصراحة الطعم ده اجمل بكتير من الطريقة الاصلية. طريقته احلى بكتير بصراحة واسهل بكتير، ما بتاخدش وقت. شايفين المكعبات عاملة ازاي؟ لون طبعا لونها كمان اللونين مع بعض جمال جدا. طبعا هنطرها باي حاجه كده، هرجها بمصفى كده واروح منزله كل النشا اللي فيها. وبكده احنا خلصنا احلى مارشميلو يا جماعه للاولاد في اقل من 10 دقايق زي ما انتم شايفين. خلاص عملتها بطريقه سهله وبسيطه جدا، والاولاد طبعا هنا بعملها بالمصفى واروح رصاها بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. خلاص الكميه بتاعتنا طبعا شايفين لونها بيتكلم عن نفسه اهو. هخلص الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين. شكلها جميل ازاي؟ شكلها يجنن، تحفة. والطعم بقى حكاية تانية خالص، ملمسها طري وجميل وهش وجميل وطريقة سهلة وبسيطة. شايفين الكمية دي؟ طبعا احنا لو اشترينا الكمية دي من بره هنجيبها بالشيل الفلاني، لا احنا ما كلفتناش حاجة يا جماعة. ب3 علب من الجيلي عملنا الكمية الجميلة دي. طبعا انت لو حابة تعملي كيس واحد، الكيس الواحد هيعمل لك حبة حلوين، بس لو هتعمليها بالقرطاس. شايفين ملمسها جميل ازاي؟ بصوا بقى من جوه حاجة كده جميلة. تعالوا بقى اعملوها وان شاء الله الوصفه هتعجبكم جدا، وطريقه سهله وبسيطه. بعلبه جيلي وربع كوبايه من الميه السخنه ومعلقه سكر او معلقه عسل كلوكوز هتطلعي الجمال والحلاوه دي. طبعا الاولاد فرحوا بيها جدا جدا جدا. انتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. الاولاد نفسهم ياكلوا الجيلي اللي هو بيتباع بره، اللي هو عامل اشكال الدباديب والحاجات دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.